الدين ولم يوهموا العالم بيسره توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا ما عندهم المعاصرون، هذا توحيدهم. قام ما قبل هذا وما بعده لا يذكرونه، توحيد الألوهية والربوبية والصفات. يعني عقيدة واحدة وما كملوهاش، لا عقيدة واحدة من العقائد 20 عقيدة واحدة ما كملت. ما عندهم لا وجود ولا قدام ولا بقاء ولا مخالفة ولا قيام بالنفس ولا قدرة ولا إرادة وحدة. توحيد الألوهية صفة من صفات الألوهية، الله هو الاسم والألوهية صفة، والربوبية كذلك صفة من صفات الرب هو الاسم والربوبية هي وصف، والأسماء جمعها كامل احنا ما ذكرناهاش في هذا التعريف. الأسماء أصلا الأسماء مش ضرورية، ضروري المسمى الذات. ما دام الشخص بحضرتك تحتاج لاسمه؟ لا تحتاج لاسمه، تحتاج لاسمه إذا غاب عنك لتعرف به ولتسأل عنه فلان. ما دام حاضرا لا تحتاج لاسمه. ولهذا مولانا قال واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت ملكت بحضرته تذكر ربك، الذكر بعد النسيان. الربوبية والأسماء والصفات يولي يجمع، يذكر الصفتين ويولي يذكر الصفات كلها جملة والأسماء. احنا لا حاجة فلا يذكروا العلماء، ما ذكروش الأسماء أصلا، ذكروا الذات والصفات والأفعال ذوي الوحدانية. وما الذات ما يذكروا هذا، كل شيء ينبني على الذات. شوف النفاق كده، النفاق مغلف بالتوحيد، هذا هو التوحيد. وين الذات لك تتكلم عليها لتصفها بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات؟ أين هي مذكورة؟ ما كانت مذكورة في التعريف نهائيا. علماؤنا ذكروا أول شيء الوجود، أول شيء في العقيدة يذكر الوجود، بعد ذلك يذكر ما يتعلق به. أما تذكر صفات بدون تمدح صفات وما كانوا لها كما كانوا أصحابها، ما كانوا يذكروا المحاسن، تذكروا في بعض الأحيان، ولكن يذكر المحسنون هو الأساس. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء والصالحين في كتابه، ما ذكر صفاتهم وهملهم، ذكرهم تارة بأسمائهم وتارة بأوصافهم. هذا هو التوحيد، يخادعوننا بها. كنا نحسب هذا شيء كبير في بداية ما سمعناه، لأنه شيء جديد ما كانش تجده في الكتب القديمة ولا شيء، شيء جديد أحدثه منذ 20 سنة أو 30 سنة. بدينا نسمعه يحسبوا شيء كبير، لما فكرنا فيه لقينا لا شيء، لا شيء. يتكلم عن الهوى، عن الفراغ، وما سمعنا ما حتى بنعترض عليه. عجيب. بل يدرس في المعاهد الإسلامية للأئمة والجامعات، يدرس لهم هذا دراسة. ما شاء العقول المريضة هذه اللي مرت إلى هذه الدرجة لا تفهم شيئا. هذا كلام لا يذكر، يرد في وقته، لا يحتاج إلى وضوح الشمس. قل لي على من تتكلم؟ هاي الذات التي تتكلم عليها وينها؟ ما كانت. هذه الوحدانية. سمي هذا الفن بفن التوحيد، لأن المشركين كانوا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يتقربون بعبادة الأصنام لربهم بحسب أهوائهم.